خلاص انت اتضحك عليك واتنصب عليك يا فالح، البس المنتج بقى. هو كل خوفه من الحته دي. في عميل بيبقى خوفه من انه يتنصب عليه، هو مش عاوز يحس ان حد استغفله او يحس ان هو حد ضحك عليه او لبسه منتج او حاجه زي كده. بيبقى الخوف ده اسمه خوف من النصب. ومن مواصفات العميل ده ان هو بيقعد يسالك اسئله كتير انت بتحس فيها ان هو ما عندوش مشكله مع المنتج قد ما هو معاه مشكله مع ايه اللي هيحصل بعد ما يشتري المنتج. هتلاقيه بيسالك عن الضمان، هتلاقيه بيسالك عن خدمه ما بعد البيع، هتلاقيه بيسالك طب هو انا اقدر ارجع المنتج ده وحاجات زي كده. هتقول لك ان هو مش خايف من المنتج، هو خايف انه يتورط في المنتج. وده بكل بساطه كونك انك انت تعرفه ايه السياسه بتاعتك او ايه السياسه بتاعت الشركه في ارجاع المنتج او في خدمه ما بعد البيع او في الضمان بتاع المنتج او كل الحاجات اللي بتطمن العميل مش هيتنصب عليه. مش لما يروح البيت خلاص انت اتضحك عليك واتنصب عليك يا فالح، البس المنتج بقى. هو كل خوفه من الحته دي. ولكن لو قدرت تطمنه ان لا، الموضوع مش نهايته انك تشتري، لا احنا مع بعض، احنا بندعمك، خلاص يا باشا مبروك، انت قفلت البيعه والعميل ده خلاص اطمن وما بقاش فيه اي مشاكل في عمليه اقفال البيعه يعني.